أن تغلظ العقوبة أكثر، بحيث لا يكون فقط الحبس هو مصير الطبيب الذي يقوم بهذه المهنة، لكن إذا تكرر منه ذلك يتم شطبه نهائيا من النقابة. إلى أي مدى من الممكن أن يناقش المجلس مثل هذه الإجراءات؟ والله أنا رأيي إن مثل هذه المواضيع يمكن مناقشتها في جلسات استماع باللجنة الطبية بمجلس لجنة الصحة. أنا آسفة في مجلس النواب، والموضوع مفتوح للمناقشة، لأن طبعا في خبراء في هذه المواضيع أكثر علما مني، سواء من الناحية الطبية أو من الناحية الشرعية اللي هي حسمت بالفعل. لكن احنا نتمنى أن تنتهي هذه العادة السيئة التي يعني تقضي على حياة الفتيات في كثير من الأحيان. طيب أستاذة أنيسة، أيضا ضيوفي الكرام يتحدثون عن أحد النواب الذي اعتبروه حرض بالعنف ضد المرأة، فماذا اتخذ من إجراءات